المشهد ديال اليوم كيبان بحال مأخوذ من شي فيلم ديال الرعب، ولكن هو قصة حقيقية وقعت في الفلبين في 10 ديسمبر 2021. كانت واحد البنت سميتها جانيس في عمرها 17 عام مخبية تحت السرير ديالها وكتموت بالخلعة. 3 ديال الرجال ملتمين دخلوا للدار ديالهم، للدار ديال العائلة، وكتسمع باللي كيقتلوا اللي تلاقاو في طريقهم، كيمشيو من غرفة لغرفة. فهي اول بلاصة فكرت تمشي ليها هي تخبى تحت السرير ديالها في الغرفة ديالها وما دير حتى شي حس، حيت الا هضرات ولا الا اتصلت بالطوارئ اكيد غادي يسمعوها. فاشنو دارت؟ غادي تصيفط ميساج في الجروب ديال العائله، جروب واتساب ديال العائله اللي كان فيه والديها وخوتها، ولكن خوتها كانوا معاها في الدار داك النهار وكانت كتسمع الصراخ ديالهم. فهي الامل ديالها ان واحد من الابوين ديالها يجاوبها، لكن حتى هما كانوا في الخدمه، فحتى حد ما جاوبها على الميساج. في الميساج كتقول: 3 تاع رجال ملتمين دخلوا علينا للدار، راني كنسمع الغوات وصداع، راه انا خايفه نموت، عافاكم اجيو عتقونا، عافاكم اجيو عتقونا. كان هادشي تقريبا في جويه ديك 2:48 ديال العشيه، لكن كما قلت لكم حتى حد ما جاوب على هذا الميساج. فهي من بعد بشي 12 دقيقه، يعني مع ديك 3 د العشيه، غادي دير هاد الخطره بوست في الفيسبوك ديالها وكتقول نفس الحاجه، كتستنجد، كتقول للناس عافاكم عتقونا، راه تهجموا علينا في الدار، راه انا خايفه نموت، ما باغاش نموت، الى اخره. فهي دارت بوست في الفيسبوك باسم ما جاوبها حتى شي حد في الواتساب، باش اي واحد شاف داك البوست يدير شي حاجه ولا يجي للدار ولا يصيفط البوليس. فاش جا من بعد الاب للدار غادي يلقى للاسف وغادي يشوف بعينيه 2 من ولادو ديجا توفاو. السلام عليكم ومرحبا بكم اليوم معايا في قضيه جديده في القناه. كيف ديما قبل ما نبدا الفيديو كنبغي نذكركم باللي القضايا والمواضيع اللي كنناقشوا في هذه القناه هي مواضيع حساسه بزاف وقضايا اللي هي تقدر تكون صادمه. مع ذلك الهدف ماشي هو نخوفكم بالمجتمع بصفه عامه، ولكن بالعكس حنا من وراء هذه القصص اللي كنعاودوا واللي وراهم ناس حقيقيه اللي عاشت في الواقع، كنبغيو نناقشوا مواضيع وحتى نستخلصوا عبر، لان لانتوما كنستافدوا حاجه ولا جوج من كاع القضايا. فانا قلت اللي عليا، نتوما الا كنتم مستعدين نقولوا بسم الله. قبل ما يجي الاب للدار، واحد من الزملاء ديالو في الخدمه هو اللي غادي يقول ليه: شوف ما تخلعش، ولكن راه سمعنا باللي الدار ديالك تهجموا عليها. فقال ليه: سير دابا وشوف شنو واقع. هو ما كانش عنده فكره شنو وقع، تسمع بلي الدار تهجم عليها شي حد وهو عارف بلي ولادو نورمالمون في داك الوقيته غيكونوا في الدار، فبانيكا ودخلع السوارت ديال الطوموبيل ويمشي ويسوق ويهز حوايجو ويتحرك. وصل تقريبا 15 دقيقه من بعد ما قال ليه داك صاحبو بلي راه الدار، سير الحق على الدار راه وقعت فيها شي حاجه. فهو في ديك الزربه اللي كان فيها وداك البانيك اللي كان فيه نسى ما يهز السوارت ديال الدار، خلاهم في الخدمه. فمشى كيجري للباب ديال الدار وكيهز فيه وكيدفع باش يحاول يحلو، ولكن الباب كان مسدود بالسوارت. فبدا كيهز فيه وكيغوت وكيعيط على الاسماء ديال ولادو باش يجاوبوه، ولكن والو، الدار فيها الثقيل. فبدا كيحاول والو. واحد الوقيته هبط راسو لتحت ديال الباب وكيبان ليه الدم، بان ليه الدم وبان ليه واحد الموس مليوح فيه الدم ومحيد ليه اليد ديالو، يعني اليد ديال السكين محيده. فبحال قلتي ديك الساعات زاد خلع، زاد توتر فاش شاف الدم وداكشي، صافي قلبو ضرو، فبدا كيدفع الباب بالجهد، والو ما بغاش يتحل. تفكر باللي كاين الباب واحد اخر خلفي، قال لي يمشي يجري ويشوف واش غادي يتحل الباب الاخر ولا تا هو مسدود. فمشى كيجري للباب الخلفي والدار كانت فيها الثقيل تحت ما كيجاوبوه، حتى هو بدا كيعيط على الاسماء ديال ولادو بالجهد واش غادي يجاوبوه، والو تحت ما كيجاوبوه، تحت ما كيحل عليه الباب. فاش وصل الباب الخلفي غادي يدفعو بالجهد باش يحلو، لقاه محلول ما مسدودش بالسوارت. فغادي يدخل الدار ومسكين مع الدخله غادي يلقى واحد لاسين اللي ما عمر غادي ينساها ابدا في حياته. لقى الصالون ديال الدار مع الدخله كله عامر بالدمايات، وكاع الدنيا كلها مرونه، الفيزان كلهم مهرسين، الزاج مهرس في الارض، الغطاوات كلهم عامرين بالدم ومليوحين في الارض، وواحد المضرب ديال البيسبول حتى هو مليح في الارض وفيه دمايات. وفي وسط هادشي كامل الجثه ديال جوج من ولادو مساكن ميتين، وماشي غير ميتين، باينه واش مقتولين. واحده من بناته هي اللي غادي تنجا، هي اللي كانت مخبيه تحت السرير ديالها. نبداو باش نتعرفوا على الشخصيات ديال هاد القضيه. غوين ماغواد
كان عندها 18 عام وكانت طالبة في التمريض. لوي ماغواد ولا بوي بوي حيت والديه كيعيطوا ليه وختو غير بوي بوي، وكان عنده 16 عام وكان طالب في الثانوية العامة ديال المحلية ديال القرية فاش كانوا ساكنين. الأب كروز ماغواد والأم لوفيلا ماغواد كانوا خدامين كأساتذة في المدرسة العمومية ديال ديك المنطقة ولا ديال ديك القرية. القرية كان سميتها، المهم نحاول نطقها ما أمكن بشكل صحيح، هي قرية صغيرة في الفلبين سميتها بارانغاي بوغانتاباي. كروز ماغواد والزوجة ديالو لوفيلا ماغواد كانوا من الشخصيات المحترمة في البلدة ديالهم. فهو كما قلت لكم كان مدرس في المدرسة الابتدائية ديال البلدة، وكانت المسيرة المهنية ديالو غدا مزيان. يلا مؤخرا ترقى وتا معروف بالاخلاق ديالو، كاع الناس كتحترمه في المؤسسه. ومراته لوفيلا كانت هي المديره ديال هذه المؤسسه براسها. العائله ديال ماغوادز ما كانوش شي ناس اللي هما اثرياء ولا ميسورين بزاف ماديا، ولكن كانوا عايشين واحد الحياه اللي هي نقدروا نقولوا نسبيا ميسوره، يعني ما خاصهم خير كما كنقولوا. كانوا قادرين يوفروا كاع الحاجات الاساسيه لولادهم، كيقريوهم في احسن بلايص، كيلبسوا حوايج نقيين، مره الا كيقدروا يسافروا شويه برا تاع القريه كيسافروا بيناتهم. فكانوا عايشين واحد الحياه اللي هي عاديه جدا وميسوره كما قلت لكم نسبيا مقارنه بداك المجتمع اللي كانوا فيه، اللي كانوا الاغلبيه ديال الناس مساكن كيعانيوا شويه من الفقر ولا مشاكل ماديه اون جينيرال، ماشي بالضروره فقر، ولكن كان بزاف الناس عندهم مشاكل ماديه في ديك المنطقه. فمقارنه بهم هما كانوا الحمد لله ميسورين وما خاصهم خير. جابوا جوج ديال الوليدات وربوهم مزيان. الصغير فيهم كان هو لوي ولا لويس على حسب واش تنطقوها بالانجلي ولا بالفرنسي. فلويس ولا كيسميوه هما بوي بوي، كيعيطوا ليه غير بوي بوي. كان عنده 16 عام وكان طالب في الثانويه، كان معروف تا هو بالاخلاق ديالو، واحد السيد اللي هو مبدع، كيعجبو يعزف الجيتار، كيعجبو القراءه، كيعجبو الرسم، يعني عنده بزاف ديال المواهب. وكان الطموح ديالو انه يكون محامي، فكان كيحاول ما امكن يتفوق في الدراسه ديالو ويجيب مزيان باش يحقق الهدف ديالو. وكانوا بزاف ديال الناس كيقولوا عليه انه اخلاقه زوينه، صحابو كيقولوا عليه من الناس اللي كتحس معاهم بالراحه، كتصرف على طبيعتك. ف يعني الولد كان اخلاقه معروف بالاخلاق الطيبه ديالو بزاف. اختو اللي هي غوين حتى هي كانت كذلك معروفه بالاخلاق ديالها الطيبه، يعني بحال الابوين ديالهم اللي كانت عندهم نفس السمعه ونفس الاحترام من طرف كاع الناس اللي كانوا ساكنين حداهم اللي خدامين معاهم. وغوين حتى هي كانت متفوقه جدا في الدراسه ديالها. ملي بدات القرايه كانت دائما كتجيب من الاوائل، وكانت ملي كانت في الثانويه التحقت بحال بشي اقسام تحضيريه للطب، فهي كانت باغا تكون طبيبه، وكانت يعني متفوقه بالدراسه ديالها بزاف، لدرجه ان حتى في الصيف كتمشي لدوك شكون نقول لهم مخيمات الكشافه، يعني ديما كتقلب على شي ديفي انه ديرو وتفوق فيه. وكانت دائما كما قلت لكم في الصيف كتمشي دوك المخيمات كيديروا مسابقات وديما كتربح فيهم. وزيد على هادشي كامل عندها ديك الايموشنال انتليجنس، داك الذكاء اش كيسميو الذكاء العاطفي. كتعرف تتعامل مع الناس، يعني سواء الصحاب سواء لي كوليك ديالها سواء الاساتذه ديالها، سورتو الا كانت في شي انطوراج وحسات بشي واحد مثلا كيحشم بزاف ولا عنده شي مشاكل نفسيه، كتلقاها كتحس بيه قبل ما يهضر وتجي تهضر معاه وتحاول فهمتي تدخلو في لا كونفرساسيون. فكانت كتبقى مع الواحد حتى كيحس معاه حتى هي بالراحه. وهكا باش غادي تعرف على واحد البنت سميتها جانيس اللي من بعد غتولي من اعز صديقات ديالها، وغيوليو دائما كيخرجوا وكيتلاقاو مع بعضياتهم. فبشكل عام دابا عندكم فكره على عائله ماغوادز، يعني ناس محترمين بزاف، جابوا ولادهم ربوهم احسن تربيه، متفوقين دراسيا، الاب والام حتى هما عندهم مكانه ديالهم الاجتماعيه مرموقه، واحد الخدمه اللي هي محترمه. فكانت الحياه ديالهم غدا بشكل جيد جدا، يعني كيجمعوا بين التفوق وبين الانسانيه. فكان طبيعي جدا انهم فيما كانت شي مناسبه في القريه كيعيطوا عليهم، فيما كانت شي عائله عندها شي مناسبه كيبغيوهم يحضروا. فهداك الشيء اللي كان واحد النهار كانوا معروضين لوحده من المناسبات الاجتماعيه، وكانت واحد العائله كيعرفوها وكيتلاقاو معها دائما، كانت معاهم واحد المربيه مقيمه، دوك المربيات اللي كيكونوا ساكنين مع العائله باش يحضروا لهم الدراري الصغار وكل شيء. فكانت ديما كتكون كتجري مورا الدراري الصغار، توكلهم تشربهم تلعب معاهم، المهم تحضيهم. فكانت باينه باللي خدامه، يعني ماشي بحال المراهقين اللي كيتجمعوا هما في يعني الولاد ديال الناس الاخرين اللي كيتجمعوا في هذه المناسبات قلت لهم جايين باش
التسلية، يعني جايو باش يهافيو فن، جايين كياكلوا ويجمعوا يعني يجلسوا مع بعضياتهم، الوغ كو هي الوحيدة اللي جاية باش تخدم، كتجي ديما باش تخدم وباش تبع الدراري الصغار وتحضيهم. فهادي خدمتها كمربية. شكون غترد ليها البال؟ كوين بحكم كما قلت لكم الانسانيه ديالها وكذا ديما كتلاحظها ولاحظتها، حيتاش بنت ليها ماشي شي مرة كبيره، يعني بنت ليها بنت باينه فيها في مراهقه في لاج ديالها، ولكن كتشوفها ديما هي يعني في طبع الدراري الصغار، يعني باينه خدامه. فبدات مره كتجبد معاها الهضره، مره كتجمع معاها هي وكذا. فبحكم انهم قراب في لاج، كوين كانت عندها 18 عام وجانيس كانت عندها 17 عام، فبدات بيناتهم ديك الالفه، ديك الصداقه، بداو كيرتاحوا لبعضياتهم. وقت ما تجمعوا كيبداو يجمعوا شويه بشويه حتى ولاو بيست فريندز، يعني ولاو كيتجمعوا بزاف، ولات كتجي عندها الدار، ولاو كيخرجوا، فولاو صحابات بزاف وتقربوا لبعضياتهم بزاف. فكانت جانيس وقت ما عندها الوقت، وقت ما عندها ساعات اللي ما خدامش فيهم، كتجي عند كوين للدار في الجردة ديالهم، كيجيو كيلعبوا مع بعضياتهم، كيجمعوا، كيصوروا الفيديوهات مع بعضياتهم. فالتيك توك ديك الساعه كان مشهور، كيديروا بزاف دوك المقاطع الفيديو ديال التيك توك، كيحاولوا يقادوا الاضاءه، كيقادوا الشعر لبعضياتهم، كيديروا المكياج لبعضياتهم. المهم حوايج كيديروا البنات بيناتهم في داك لاج، وحتى هاد لاج اللي حنا فيه. فكانوا يعني كيدوزوا بزاف ديال الوقت مع بعضياتهم، كيغنيو. حتى الاخ ديال كوين اللي هو لويس كان كيكون معاهم في اغلبيه الاوقات، كيكون معاهم وكيبان بعض المرات معاهم في دوك الفيديوهات اللي كيصوروا، في دوك المقاطع ديال التيك توك ديال الشطيح والغناء وكذا. فكان بعض المرات كيخسر لهم الفيديو بالعاني، كيدير يديه في قدام الكاميرا باش يخسر لهم الفيديو. بعض المرات كيدير معاهم دوك الفيديوهات، ولا غير كيعاونهم باش يقادوا الاضاءه ولا شي حاجه بحال هكا. فكانت كتبان بيناتهم واحد العلاقه بحال الاخوه، وعلاقه طبيعيه جدا، وكيبانوا مرتاحين مع بعضياتهم. يعني الا شفتيهم ما غاديش تقول هذه صديقه، تقول هادو يعني كيجيو لبعضياتهم من نفس العائله. فكان دايز بيناتهم الكوغون بزاف، ومتفاهمين مع بعضياتهم بزاف. كما قلت لكم هاد البنات ما بقاوش كيتفرقوا على بعضياتهم. دازت واحد المده على هاد الصداقه، يعني تضاد بيناتهم العلاقه مزيان. فجات الوقيته اللي غادي تسول فيها كوين جانيس على السؤال اللي ديما كانت باغا تسولو ولكن ما زعماتش، قالت زعما حتى ترتاح معاها وكل شيء. فدابا سولتها، قالت ليها علاش خدامه كمربيه، شنو هي قصتك، فهمتي كيفاش وصلتي لهاد المرحله. فالجانس خوات قلبها، يعني بقات كتعاود ليها وتشكي عليها، قالت ليها انا راه يتيمه، ما عنديش والديه. والذكرى اللي كانت عندي من صغري هو ان كان عندي 8 سنين، فاش كان عندي 8 سنين كنت في واحد السفينه ديال عرفتي دوك السفن الكبار ديال الشحن، كيكونوا كيجيبوا ويديو السلعه. كانت كدور بوحدها في ديك السفينه، وحتى واحد ما سول فيها، ما عندها لا عائله لا والو، مجليه. فواحد الراجل اللي لقاها هكاك مجليه، ما عندها لا اب لا ام. فصورها واحد الراجل غريب، صورها ودار واحد البوست في الفيسبوك، زعما هاد البنت هاي التصوير تاعها، واش كاين شي واحد كيعرفها؟ قلت لك والو، حتى من بعد ما بوستا حتى شي واحد ما جا كيقلب عليها، لا ابوين لا حتى شي واحد من العائله البعيده. فصافي هكاك لقات راسها في الاخر دخلت لدار الرعايه اللي كاينه في الفلبين. فهي فاش عاشت في دار رعايه الاطفال بقات كتنتقل من دار لدار، يعني من عائله لعائله، حتى عرضوا عليها ديك الخدمه ديال مربيه مقيمه، انها تمشي عند عائله تسكن عندهم، ياكلوها ويشربوها وهي تهتم بالاطفال. فقبلت، واخا هي ما باغاش، يعني ماشي الحلم ديالها انها تربي اطفال ديال ناس وحدين اخرين، ولكن كتعاود ليها كتقول لكوين باللي انا قبلت حيتاش ما عنديش لو شوا، وباللي كتبقى خدمه صعيبه بزاف حيتاش صعيب عليها انها تشوف دراري صغار عايشين في واحد المأوى وواحد العائله اللي هي طبيعيه جدا، عندهم والديهم، داكشي كاع مناش تحرمات كتشوفو قدام عينيها كل نهار. قالت ليها كنت كنتمنى حاجه وحيده، هو اني انا تكون عندي ديك الحياه الطبيعيه ومستقره، حتى انا نمشي نلعب ونجري، ولا تحت تجي عندي امي تعنقني وتبوسني وتطبطب عليا وهي في سن المراهقه. كتمنى كون كان الهم ديالها بوحدو هو القرايه، واش من جامعه علاش غادي تدخل. ولكن للاسف الواقع ديالها هو انها خص تفكر في الخدمه، وباللي خصها بلاصه فين تاكل وتنعس وتشرب وتبقى خدامه، وبدات تفكر في حتى هي في ليكوش وتبدل ليكوش لعباد الله.
فكانت محملاش ديك لا سيتوياسيون، ولكن كتقول لها انا مضطره اني نعيش هكا. فهاد الهضره اكيد اثرت في كوين بزاف، يعني شفقت عليها وكل شيء، وحتى حست بديك النعمه الكبيره اللي هي فيها وما حسش بها ديال والديها وخوتها والحياه اللي هي عايشاها. واخا والديها صارمين ولكن راها عايشه في نعمه. فاش كنقول صارمين يعني ماشي صعاب ولا كيغوتوا ولا كيضربوا، ولكن عندهم قوانين في الدار بحال اي عائله. يعني الدراري واخا عندها 16 عام، عندها 18 عام وخوها 16 عام، عندهم التاسكس ديالهم في النهار، يعني عندهم الواجبات ديالهم كيديروهم في دارهم في النهار، ديال النظافه. كل واحد يجمع بيتو، كل واحد يجمع هاد البلاصه في الدار، يعني كل واحد عنده المسؤوليات ديالو اللي ضروري كيديرها في نهارو. ابارك راه عايشين حياه طبيعيه وموفرين لهم كلشي داكشي اللي خاصهم. غادي يرجعوا الدراري للدار اللي هو غوين ولويس، وغادي يجلسوا والديهم، غايقول لهم جلسوا بغينا نهضروا معكم في واحد الموضوع مهم جدا وجدي بزاف. والديهم غيجلسوا لوفيلا وكروز، وغادي يقول لهم ايه قولوا لنا شنو كاين. يقول لهم شوفوا راه بغيناكم تفكروا في هذا الموضوع، هو انكم تبناو جانيس. والديها ديجا كيعرفوا جانيس، يعني عندهم فكره عليها، كيشوفوها حتى هما فاش يتجمعوا مع العائلات الاخرين، عارفين باللي راه الصديقه ديال بنتهم. فقالت لهم غوين، قالت لماماها شوفي راه جانيس عاودت ليا راه هي بعدا يتيمه، يعني ما عندهاش والديها ومسكينه اضطرت انها تنضج في واحد السن صغيره بزاف وهي عندها 5 سنين. وراه دابا في هذا العمر خدامه كمربيه كتبع غير في الدراري الصغار وما كتقدرش تركز على الدراسه ديالها. وراه الا بقات هكا غادي تضيع في الدراسه ديالها. وما تعرفي هاد العائله اللي هي خدامه معاها نهار ما يحتاجوهاش، نهار غادي يكبروا ولادها صافي اش غادي دير؟ غادي يلوحوها للزنقه. وراه هي يلاه عندها 17 عام، اش غدير بنت بحال هكا 17 عام في الزنقه؟ هي باغا غير الامان، باغا غير شي عائله تحميها وتحسسها بالامان. وراه كتقول بلي انها غادي تنقي، غادي تنظف، غادي تطيب، غادي دير كل شيء وما غاديش تخلص عليه، يعني كما داكشي اللي كيديروا حتى هما في الدار. الواجبات ديالهم حتى هي غديرهم من غير خلاص. هي بغات غير تكون في ديك العائله اللي مستقره واللي غتحسسها باللي الحياه طبيعيه، ولات كتعيش واحد الحياه طبيعيه. يعني هي وخوها بداو كيطلبوا كيرغبوا في الابوين. ايوا صافي الابوين قالوا لهم اوكي خليونا نفكروا واحد شويه، هذا راه موضوع ماشي ساهل. تبني يعني شي حاجه جديه، خصنا نجلسوا انا والاب ديالكم ونفكروا مزيان في الموضوع ونردوا عليكم. الابوين غادي يفكروا مع راسهم، يجلسوا مع بعضياتهم يناقشوا الموضوع. غادي يجيو عند الدراري عند ولادهم وغيقول لهم بعدا راه ما عندنا حتى بلاصه ديال جانيس، يعني الدار صغيره ما فيهاش بلاصه فين تبات من غير الغرفه ديال كوين اللي كاينه والغرفه ديال بوي بوي اللي هو لويس. نبدا نقول ليه بوي بوي حيت هما كيعجبهم يعيطوا ليه بوي بوي. صافي يعني فين غتسكنوها؟ قال لهم بوي بوي قال لهم انا نعطيها البيت ديالي. يعني شوف السخاء ديال واحد اللي نورمالمون مراهق ودري يحماق وتكون عنده بيتو بوحدو. قال لهم انا غنعطيها البيت ديالي وانا غنبدا نعس في الصالون، يعني ما عندوش مشكل يبقى ينعس في الصالون ويعطي البنت لا في بريفي ديالها في الغرفه ديالو. فصافي الابوين بداو كيفكروا كيقولوا هاد البنت بصح ديجا شفناها كانت كتبان بائسه في ديك الحياه اللي هي عايشاها. وكيفكروا مع راساتهم حيت حتى هما راه ابوين، البنت تقريبا في العمر ديالها. كيقولوا دابا هذه بصح الا ضطرات وجراو عليها من الخدمه راه ما عندها الا الزنقه. والزنقه في واحد البلاد بحال الفلبين وبحال بزاف ديال البلدان وحدين اخرين الا كانت بنت في هذا العمر لقات راسها كتبات في الشارع، راه واما غيتعدى عليها شي واحد واما غيبسوا عليها تخدم الله يحفظ في الدعاره ولا شي حاجه. المهم النهايه ديالها غتكون ضروري تعيسه. فبداو كيفكروا وكيتعمقوا في الموضوع ولقاو بلي بصح هاد البنت غادي غير تشرد. وحيت هما كانوا شويه مدينين، هما مسيحيين ومتدينين يعني متشبتين شويه بالقيم ديال الدين ديالهم. فقالوا ممكن ربي بغانا، يعني ربي عطانا هاد النعم اللي حنا فيها، هاد شويه ديال الفلوس اللي عندنا كافيين باش نربيو البنت وولد اللي هما ديالنا. وممكن عطانا داك الشويه اللي زايد باش نقدروا نربيو جانيس. ممكن كما كنقولوا حتى حنا المكتاب، ممكن هذا مكتاب، ممكن ربي خلقنا في الاخر باش نديرو خير في هاد جانيس اللي مسكينه ما عندهاش لا ابوين لا والو لا حنين لا رحيم. ففاش فكروا مزيان وكل شيء قرروا انهم يتبنوها قانونيا. والعائله ديال ماغوالز ما بقاوش غير 3 ولا 4 الاشخاص. فاوفيسيالمون انتقلت جانيس للدار ديال ماغوالز. بوي بوي عطاها الغرفه ديالو كما وعدها. سجلوها في المدرسه مع غوين.
فحتى هي عطاوها داك الحب والحنان والأمان، فولات وأخيرًا من بعد دوك السنوات كاملها، من بعد 17 عام ولات عايشة واحد الحياة اللي هي طبيعية تحت سقف آمن مع والدين محبين، وحتى عندها خوت اللي حتى هما كيبغيوها بزاف، وهي كتفكر غير في قرايتها، يعني الحياة الطبيعية كتفكر غير في قرايتها، والباقي كلشي والديها هما اللي كيتكلفوا به. الامور كانت غادا مزيان، مي ماشي دائما مثاليه. فمثلا واحد النهار اشنو وقع؟ الاب كان باع شي خنازير ديالهم، وخدا فيهم فلوس، خدا فيهم تقريبا 200 دولار. فهو فاش هزا خلاها كاش وحطها في واحد البلاصه في الدار، حطها في واحد الوعاء في الدار بحال هكا، ما داهاش لابونك ولا شي حاجه، حيت بعض المرات كيحطوا الفلوس في الدار، راكم عارفين دوائر الزمان يلقاهم كاش هكا واجدين. وداكشي اللي وقع كان ديك الساعه الفتره ديال الكوفيد، وباه ومو الوالدين ديال الاب مرضوا بالكوفيد، فكان خاصهم الفلوس باش يداوا. فقال غنمشي نهز دوك الفلوس راني موجدهم ونعطيهم ليهم. مشى كيقلب على الفلوس، والو ما لقاهمش، طارت ديك 200 دولار كلها. كيقول ما يمكنش، هو عاقل بزاف بالضبط فين حطها، وما عمر وقع عليهم هذا الشيء قبل. ولكن مع ذلك ما فكروش ولو ثانيه باللي جانيس هي اللي تقدر تكون هزاتهم. فبداو كيقلبوا في الدار، فاش دخلوا ولادهم سولوهم واش بانت لكم واحد 200 دولار حطتها؟ قال لهم لا والو ما شفناش. فبداو كيقلبوا معاهم حتى هما كيقلبوا، فغير بالصدفه هزات غوان الحقيبه ديال الشكاره ديال جانيس، فكانت ثقيله بزاف، وهي راه عارفه باللي نورمالمون داك النهار ما عندهم حتى شي حاجه ثقيله يهزوها، ممكن هزا دفتر ولا جوج، فكيفاش ثقيله لديك الدرجه؟ فديك اللحظه اللي كانت غوين هزه فيها الشكاره، جات عينيها في عين جانيس، بحال قلتي جانيس ما قداتش باقي تخبي الكذبه، فهي غير شافت فيها بحال هكاك، وهي صافي بان في وجهها باللي راه هي اللي دارت الفعله، وبقات كتبكي. ديك الساعه بقات كتبكي وكتعترف ليهم وكتاسف ليهم، عافاكم سمحوا لي راه انا اللي هزيتها. جانيس كانت خبات الفلوس في الشكاره ديالها، ولكن فين بالضبط مخبياهم؟ في التحت ديال الشكاره دارت بحال واحد الجيب سري، يعني خيطات لتحت ديال الشكاره في الداخل باش تبقى تحط فيه الحاجه وما تبانش، يعني حتى الا حليتي الشكاره ما غيبان ليك والو، حيت الجيب مخبي لتحت مخيط. فهي صافي يعني نهار حداهم بالبكا، بقات كتبكي وكتقول لهم عافاكم سمحوا لي ما نبقاش نعاود، كتقول لهم انا غنتفهمكم، الا بغيتو تجريو عليا من الدار انا غادي نمشي، ما عندي حتى شي مشكل، واخا ما نعاودش ولكن انا نتفهم الا غتجريو عليا. المهم بقات كتبكي عليهم، اكيد هما غادي تجيهم واحد خيبه الامل شويه، ولكن في الاخر تفهموا باللي هادشي شي حاجه طبيعيه، الوحده عاشت في واحد البيئه غير امنه، يعني الفلوس ما كانتش شي حاجه اللي تقدر تجيبها بسهوله، فقدر هادي غير رياكسيون منها ديال السورفي، يعني البقاء، كتخبي الفلوس الوقت اللي حزه خايفه ان شي نهار يطردوها. وبلي مرة هادي واحد الحاجه طبيعيه ولا شائعه بزاف ما بين الاطفال اللي هما متبنيين، وسورتو حديثي التبني. فهما في ديك البدايه ديال التبني ملي هما كيمشيو عند عائله جديده، بحكم ان البيئه فاش عاشوا في دور رعايه وديك الحياه غير مستقره من دار لدار، الفلوس والماكله ماشي شي حاجه اللي عندهم سهله طبيعيه كتجيهم غير هكا، فهم باش يسورفيفيو في ديك البديه كيحسوا بلي ديك الحاجه واحد الحاجه اللي هي نادره، وخصهم يخبيوها الوقت الحزه. فهمتي الظروف، الى هاد العائله جرات عليا نلقى ما ناكل ولا نلقى الفلوس باش نعيش. فبزاف ديال العائلات اللي تبناو كيريبورتيو هاد الحاجه في الاولاد اللي كيتبناوهم، باللي عانوا معاهم في ديك البدايه مع السرقه، كيسرقوا بزاف الفلوس والماكله. فعرفوا باللي من بعد هاد السنوات كلها ديال عدم الامان والعيشه اللي كانت عايشاها ماشي بين ليله وضحاها غادي بروغرامه صافي وتولي وحده جديده، فسمحوا ليها. وبالعكس قالوا باللي من بعد هاد الحادثه بحال توطدات العلاقه بيناتهم اكثر من الاول. ما عاقبوها ما والو، بالعكس قالوا ليها شوفي حنا دابا راه عائلتك، ماشي عائله مؤقته تعيشي معاهم بعد غتمشي، حنا دابا انت دابا راه فرد من العائله ديالنا، وان شاء الله ما عمرك تعيشي ثاني هذا الفقدان، لا من ناحيه الفلوس ولا الماكله ولا الامان. فكما قلت لكم هذا الشيء وطد العلاقه بيناتهم. في هذه الفتره كان ديك الساعه كاينه ديك القرايه عن بعد، فكانت جانيس عندها شي دروس هكا عن بعد، فكانت غوين ديما كتعاونها، كتجلس معاها وكتراجع معاها وكتعاونها في الدروس ديالها الى اخره. وفي الصباح ديال 10 ديسمبر 2021 قبل ما يمشيو الوالديهم من الخدمه، اول مره غادي يسمعوا من جانيس الكلمه ديال بابا وماما. فعيطت لهم من بعد فتره مده طويله ديال من بعد ما تبناوها، اول مره غتعيط لهم
بابا وماما، فهما كانوا غاديين فرحانين ديك الساعه للخدمه. وفي نفس هذا النهار غادي يبان وغيكتشفوا باللي هاد البنت اللي كيقولوا عليها يتيمه ماشي يتيمه وعندها امها، ومن الفوق كتواصل مع امها دائما يعني بشكل مستمر في التليفون. ففي هذا النهار اللي هو 10 ديسمبر 2021 كروز ولا الاب فاش غادي يدخل الدار مسكين وغادي يلقى ولادو ميتين بحال هكاك، غادي ينهار وغادي يشبع بكى، ولكن دغيا غادي يجمع راسو حيتاش تفكر بلي باقي عنده بنت وحده اخرى اللي مازال ما شاف الجثه ديالها اللي كيقلب عليها. فحيت هو راه كان في الاول كيعيط عليهم بالسميه كلهم بثلاثه ولكن حتى حد ما كيجاوبوا. ولكن في هذه اللحظه هي فاش غادي تسمع الغوات ديالو وتعرف بلي راه اكتشف الجثه غادي تعيط، غتعيط عليه. كانت ديك الساعه باقي في الغرفه ديالها، فهو غادي يطلع كيجري عندها. وفاش دخل عندها اول حاجه بانت ليه فازقه، فهي فاش قاسها لقاها فازق، شعرها فازق، كلشي فازق. فتخلع اول حاجه دارت ليه في راسو هذاك راه الدم، قال لك ماشي الدم هذاك باش فازقه. فبدا كيقول لها مالكي ياك لاباس دمك، بقات كتبكي لا راه شنو وقع شنو وقع. وهي كتقول ليه باللي راه تخبيت تحت السرير. ومن بعد فاش صافي حبس الغوات وسمعت السقيل وعرفت باللي ما كاين حد، بداك الخلعه والستريس اللي كانت فيه قالت تاخذ دوش. دخلت تاخذ دوش باش تريلاكسا. اكيد غتجيكم هذه شي حاجه غريبه، يعني اخر حاجه غتفكر فيها من بعد ما وقعت شي حاجه بحال هذه، من بعد ما سمعتي شي واحد كيتقتل حداك في الدار والغوات وانت كتفكر باللي يقدروا يجيو عندك البيت حتى انت تقدر تكون هاديه نوبتك، غادي تنوض دوش. الدوش هو اكثر موقف خصك تحس فيه بالامان باش تاخذ دوش، حيتاش كتكون ترو فولنيرابل يعني معرض دغيا للخطر. زيد عليها الماء والصابون يعني دغيا كتزلق. ما عرفتش جاتني انايا غريبه بزاف. وزيد عليها الصوت تاع الدوش كيخليك ما تسمعش مزيان. انت اخر حاجه غادي ديرها هو انك ما تسمعش مزيان اشنو داير بك. المهم حاجه غريبه بزاف. مي هو ديك الساعه الاب ما غاديش يرد البال لهاد التفصيل هذا. هو بدا غير كيهدن فيها مسكينه، كيحاول يشد في راسو واخا هو راه قلبه طايب. من بعد ما جات لوفيلا اللي هي الزوجة ديالو، غادي يضطر انه يقول لها الخبر، يقول لها شنو وقع، وتماك هي غادي تنهار. فاش شافها بحال هكاك تا هو ما قدرش باقي يصبر، داكشي كاع اللي شد صافي تا هو نهار. تماك نهار وبكى بجوج مساكن. فما خلاش مراته بعدا تدخل وتشوف داكشي بعينيها، قال لها تروماتيزي ما عمرك باقي غادي تنساي داكشي. فمن بعد ما جاو البوليس سدوا الدار كمسرح جريمه. في مسرح الجريمه الشرطه غادي يلقاو بزاف ديال الاسلحه اللي تقدر تكون تستخدمات في هذه الجريمه. لقاو كما قلت لكم داك المضرب ديال البيسبول عامر بالدم، لقاو سكين، لقاو مطرقه. كانت كاع الادله كتشير باللي هذا الشيء كان مخطط ليه. يعني ما يمكنش يكون شي واحد دخل يشفر وفجاه قرر انه يقتل وقتل بهذه الطريقه وحشيه، خاصه ان غوين مسكينه تلقاو عليها طعنات كتار في وجهها وفي الصدر ديالها وفي البطن ديالها، وطعنات عميقه بزاف، وزيد عليها جروح دفاعيه. يعني مسكينه حاولت شحال وهي كتحاول تدافع على راسها، ولدرجه ان واحد الودن تحيدات ليها بكثر دوك الطعنات اللي توجهوا لوجهها. بزاف كيقولوا باللي فاش كيكونوا الطعنات موجهين للوجه ديال الشخص يكون هذاك القاتل عنده شي علاقه شخصيه مع ديك لا فيكتيم، حيت ما غاديش يجيو يقتلوا بديك الطريقه. دوك الطعنات ما كانتش طعنات عاديه، كانت طعنات ديال شي واحد بين غضبان، تشير للغيره. يعني باش واحد ضربو في وجهه راه خصك تشوف فيه باش تضربو في وجهه. فالله يحفظ المشهد كان بشع بزاف. وبوي بوي حتى هو مسكين لقاو عليه تقريبا 51 طعنه في الجسم تاعو كامل، لدرجه انه كان خصهم يخيطوا الجسم ديالو ورمموه باش يعرفوا يديروا الجنازه ديالهم. كما قلت لكم الشرطه استبعدت من الاول السرقه حيت لقات بلي حتى شي حاجه ما تسرقاتش في الدار، وما كاينينش دلائل كيبينوا بلي ان كان اقتحام. كرو ممكن يكون شي نزاع في العائله، يعني شي واحد من العائله ديال ماكوادز اللي حلفها عليهم ولا شي حاجه، فقال مثلا ينتقم من ولادهم. قلبوا في هذا الشيء حيت كانوا سامعين باللي من العائله ديال نوفيلا كاين شي خلافات على الارض. يعني كانت عندهم شي ارض اللي متفقينش عليها ديال منو كدا، دايرين شبه قطيعه مع نوفيلا بسبب هذا المشكل. فاش تحروا في هذا الموضوع لقاو باللي لا ما عندهم حتى شي علاقه، العائله ما عندها حتى شي علاقه بهذا الشيء اللي وقع. فهنا غادي تزاد الخوف والرعب والغضب ديال الراي العام في هذه القضيه، حيتاش مازال ما تلقى شكون دار الجريمه البشعه، وخايفين على راسهم حيتاش الا مازال ما لقاو الجاني يعني انه باقي حر طليق وما عارفينش السبب علاش دار هذا الشيء. يعني يقدر يكون شي واحد غير باغي يقتل، شي ما عرفتش قاتل متسلسل، شي واحد باقي كيدور في القريه ديالهم. وسورتو ان
هادو اللي قتل دراري صغار يعني مراهقين، فخصو يكون واحد المجرم متوحش جدا باش يوصل فيه يعني يقتل دراري صغار بهاد الوحشية. فداروا لا بريسيون على الشرطة ديك الساعات وعلى المحققين باش يلقاو دغيا هاد القاتل، وعرضوا على اللي جاب اي معلومة مكافأة كبيرة. والبوليس تا هما غادي يتحركوا، غادي يبداو تاني كيفتشوا في الدار، كيفتشوا في المناطق اللي دايره بالدار، فوسعوا النطاق ديال التفتيش. وهنا فين غادي يلقاو ماشي بعيد بزاف على الدار، في واحد اش كيقول لهم قناه ديال الري اللي كانت ديك تما مناش كيدوز الماء واللي كيسقيو به الشجر وداكشي ديال المنطقه. لقاو واحد الميكا بحال قلتي معلقه، يعني شي واحد لاح ديك الميكا عامره بشي حاجه ولكن بقات مشدوده بواحد الغصن يعني ما داهاش الماء. ففاش شافوها البوليس هزوها ولقاو فيها حوايج عامرين بالدم. فهنا لقاو اول دليل كبير في هذه القضيه، حيتاش باينه باللي هنا القاتل بدل حوايجو من بعد ما دار الجريمه ديالو. في هذا الوقت بداو الناس كيهضروا في هذه القضيه في الفلبين، وبداو كيهضروا في لي ريزو سوسيو كيقولوا باللي ممكن تكون جانيس هي السبب، حيتاش كيفاش هي بوحدها اللي نجات من 3 ديال الرجال دخلوا من التمين للدار الا كانوا بغاو يقتلوا، ما يمكنش يكونوا اولا ما سمعوهاش وهي كتجري، حيتاش الدار راه ماشي كبيره لهاد الدرجه، الا بصح جرات البيت ديالها باش تخبى اكيد غادي يسمعوها. زيد عليها البيت ديالها كانت مرونه، يعني هما دازو رونوا الدار كاملها كيقلبوا، وبيت ديالها ما كانش مجموع، كان مرون حتى هو، مما يعني انهم دخلوا للبيت ديالها. الا كانوا دخلوا راه ما يمكنش ما يلقاوهاش تحت السرير، حيت اول حاجه غادي يفكروا فيها الا بصح كيقلبوا على الناس اللي كاينين في الدار باش يقتلوهم، راه كيشوفوا البلاكار وكيشوفوا تحت السرير، ماشي هما غيدخلوا يرونوا كلشي ويخليو تحت السرير. هادي تاني حاجه. ابخي كاين حتى ديك القضيه ديال الحمام، كيفاش انا غادي ناخذ الدوش من بعد ما سمعت كاع هادشي اللي طاري وبلي قتلوا خوتي وكذا، وغادي نمشي تحت الماء نطلق عليا الماء؟ كما قلت لكم هادي ماشي شي حاجه طبيعيه بتاتا. زيد عليها لقاو الدم في شي بلايص ماشي نورمال في الدار، يعني اللي نورمالمون ما وصلوش لهم المجرمين. وزيد عليها لقاو كاينه واحد الفجوه زمنيه من بين الوقيته اللي صيفطات فيه الميساج، عقلتو صيفطات ميساج للجروب تاع الشات ديال والديها وخوتها، وصيفطات ولا بوستات ميساج في الفيسبوك، بوستات واحد التكست في الفيسبوك مع ديك مع ديك 3 د العشيه وجوج 48 دقيقه صيفطات ميساج للجروب. وفاش داروا التشريح وكلشي لقاو باللي الكوين وبوي بوي ماتوا تقريبا مع جوج د العشيه، يعني هذيك المده كامله اللي هي تقريبا 50 48 دقيقه اشنو كانت كدير، اشنو وقع فيها الا كانوا ديجا ديك الساعه ماتوا وكاين الثقيل. فكاين بزاف د الحوايج اللي غريبه واللي ما كتمشاش مع لا فيرسيون ديالها هي. والناس ردوا البال حتى لواحد لو ديتاي صغير اللي هو الميساج اللي لاحظته في الفيسبوك فيه دي زيموتيكون، يعني قالوا واحد في داك الموقف ديال الرعب والذعر واللي بغى غير دغيا يدير شي بوست باش يطلب مساعده، ما عندوش الوقت ولا الخاطر اصلا يفكر انه يقلب على ايموتيكون باش يديروا مع الميساج، غادي غير تكتب الميساج وصافي. ولاحظوا ان في البروفيل ديالها تبدلت سميتها في ديك اللحظه، يعني من بعد ما بوستات الميساج كيفاش غادي تفكر انها تبدل السميه، يعني بدلت من ماكوادز ودارت سميه واحده اخرى ما عقلتش شنو، يعني بحال قلتي بدل الكنيه. علاش الله اعلم، لحد الساعه ما كاينش شي تفسير منطقي علاش غدير هكا، مي كتبقى القضيه غريبه. علاش واحد في داك الموقف عنده الخاطر تاني يمشي يبدا يبدل في الستاتيو ديالو ولا في السميه ديالو في فيسبوك؟ المهم شي حاجه ما كتدخلش للراس، وشي حاجه اللي بداو كيهضروا عليها الناس بزاف من بعد هاد القضيه، مي ما كانت حتى شي حاجه، ما كانت حتى شي دليل ضدها. فالشرطه كانت دارت خدمتها، فتشات الدار وكلشي وردات الدار لصحابها اللي هما الماكوادز. فلوفيلا مسكينه اللي كانت في واحد الحاله يرثى لها، هي كما قلت لكم مديره مدرسه، وكان معروف عليها عندها واحد الشخصيه اللي هي قويه شويه واخا حنينه، حيت راه باش تكون في الميدان ديال التعليم وديال المدرسه ابتدائيه يعني خص تكون كتعرف تتعامل مع الدراري الصغار وكلشي، فكان هي معروف عليها كتعرف تتعامل مع الدراري الصغار، وفي نفس الوقت كتعرف تتعامل في مواقف صعبه، يعني فاش كيكون مشاكل مع الاباء وكلشي هي عندها واحد الشخصيه اللي هي بوزي وكالم، وكتعرف تهضر، كتعرف توزن هضرتها، كتعرف تحكم في المشاعر ديالها باش ما يقعوش لي كونفلي وكلشي. فهادشي باش كانت معروفه الشخصيه ديالها.
ولكن مسكينه من بعد ما وقع هادشي اللي هي شي حاجه طبيعيه بزاف، كانت المراه قال لك نهارت، يعني ما بقاتش ديك لوفيلا اللي كيعرفوها، كانت نهار كامل غير كتبكي وكتندب، صافي مسكينه فقدات الامل في هاد الحياه. فكان فاش ردوا ليهم الدار قالت دير اي حاجه، تشغل راسها باي حاجه باش ما تبقاش غير في داك ليطا ديال الانهيار والبكاء. المهم فقالت غادي تجمع الدار، تجمع الغرف ديال ولادها، وقالت غادي تبدا بالغرفه ديال جانيس. فبدات مسكينه كتجمع في الدار، كتجمع في البيت، وكل شويه كل دقيقه ولا جوج كتلقاها كتبكي وكتشهق وكتاني صافي كتدمر. فكتجمع تاني مسكينه القوه ديالها والشجاعه وكتحاول تاني دير شي حاجه باش تشغل راسها وتكمل تاني تنقي وتجمع. فكما قلت لكم بدات بالغرفه ديال جانيس، وصلت واحد الوقيته في الارض لقات واحد البطاقه وطنيه ديال شخص ما كتعرفوش، يعني ماشي واحد من ولادها، ديال دري في عمره 17 عام اللي كيقولوا ليه مارلين، يعني كيسميوه مارلين ماشي هي السميه الحقيقيه ديالو. المهم هي فاش لقات ديك لاكارت ما عرفت اصلا كيفاش الشرطه ما لقاوهاش ولا ما ردوش لها البال. مي فاش لقاتها اول حاجه دارتها داتها للشرطه، فقلبوا على مولاها. فاش بداو كيسولوا عليه الناس كيقلبوا عليه، لقاو باللي شحال من واحد شهد على هذا الشخص ولا شافو وهو غادي للدار. كان واحد كان في الموتور، كان صاحب واحد المتجر، وحتى الجار ديالهم كلشي كيشهدوا باللي شافوه غادي للدار. فكان صاحب داك المتجر كان دخل عنده هاد مارلين، كيسميه مارلين، دخل عنده وخرج، وكان تلاقى في الخرجه مع واحد السيد راكب في الموتور وطلب منه انه يوصلو للدار ديال ماكوادز. يعني قال ليه هنا عطاها ليا، قال لها شنو كاين هنا، قال ليه الا بغيتي نوصلك غنوصلك، قال ليه يلا. فالشاهد يعني ماشي غير شافوه ولكن هو وصلو حتى للدار ديال ماكوادز. فمنطقيا بحكم انهم لقاو هاد لاكارت في الغرفه ديال جانيس، قالوا ممكن هي تكون كتعرف هاد الشخص، يعني جا عندها للدار ولا شي حاجه وطاحت ليه. قالوا نجيبوها باش نسولوها نحقوا معاها واش كتعرف هاد الشخص ولا ديجا سمعت به. فهي فجاه غتبدا تعترف للبوليس، هما راه ما كانوش كاع شاكين فيها، كما قلت لكم بغاو يسمعوا منها ويشوفوا واش كتعرف هاد الشخص. بدات ديك الساعه كتعترف لهم باللي هي متورطه في القتل ديال غوين وبوي بوي، وباللي عندها شريك واحد اللي هو هاد الشاب اللي سميتو مارلين ولا اللي كيعيطوا ليه مارلين. فلقاو عليه القبض حتى هو، وبلي مرة لقاو في الصاك ديالو الهاتف ديال جانيس. يعني هادشي كد التورط ديالهم بجوج، وبلي هما كيعرفوا بجوج، كيعرفوا بعضياتهم بجوج، ولكن ما عرفوش بالضبط شنو كيكون بالنسبه ليها، واش صديق ديالها واش غير معارف. لحد الساعه ما عارفينش، حيتاش هي كانت حاطه الفيسبوك ديالها تصورها مع واحد دري اخر اللي كتقول بلي صديق ديالها. فهذا ما عرفناش بالضبط اش كيكون اش كيجيها. بلي مرة هاد الصديق ديالها اللي قلت لكم ديجا حاطه تصوروا في الفيسبوك على اساس الصديق ديالها، قال للبوليس بلي راه شاف هاد البوست تاعها وصون عليها وجاوباتو، ولكن ما كتهضرش. يعني بدا غير كيسمع في التليفون باللي راه هي كاينه، كيسمعها كتنفس ولكن ما كدويش. قال لك صافي فاش ما جاوباتوش وقطع وما عادش صون عليها. ما عرفت انا جاتني هذه حاجه غريبه بزاف، يعني كيفاش الصديقه ديالك بوستات شي حاجه بحال هذه صونتي عليها ما جاوبتكش وما ما دار والو، ما صون على بوليس، ما قال حتى شي واحد اخر، قطع وصافي وكمل نهار عادي. المهم ما عرفتش واش ديجا مولفه ليه كتضحك عليه بعض المرات كيصون عليها وما كتردليش شي حاجه مولفينها ولا الله اعلم، ما عليناش. ففي البدايه ديال هذا الشيء كان الناس صحابهم واش جانيس هي الناجيه الوحيده من هذه الفاجعه اللي وقعت لعائله ماكوادز. ولكن في النهايه تبين باللي ولا شبهوا هذه القضيه بواحد الفيلم سميتو اورفن اللي ديجا تفرجتو فيه. كنت تفرجت فيه مع واحد الصديقه ديالي غتعرف راسها امينه اول مره شحال هذه. هو باختصار القصه ديال وحده تبنتها واحد العائله حتى هي بنت، على اساس هي باقي صغيره، كانت ما عرفتش ديك الساعه على اساس عندها 10 سنين ولا شي حاجه بحال هكا، ولكن هي في الحقيقه كانت مراه كبيره، كان عندها ديك الساعه 30 عام، يعني كانت في ادولت ودايره راسها والشكل ديالها كيبان بحال شي وحده صغيره، وكانت كتحاول تقتل الخوت ديالها حتى هما. المهم عقلاش على التفاصيل ديال الفيلم بلا ما نحرقوا لكم، مي شبهوها بادي حيت كان فيها نفس الشر. غير هو جانيس هنايا ماشي مرا كبيره، هي بصح مراهقه، ولكن هي اللي دابا متهمه بالقتل ديال خوتها، وزيد عليها هي ما يتيمه ما والو. كانت كما قلت لكم باقي على تواصل مع الام ديالها عبر الفيسبوك، كانت مره كتهضر معاها في الفيسبوك.
جانيس بصح نشأت واحد الطفولة اللي هي قاسية بزاف، كانت كبرات في واحد الفقر شديد جدا، واحد الأب اللي هو مدمن كحول، أم عاجزة، فقر مدقع لدرجة أنهم بعض المرات ما كيلقاو ما ياكلوا، يقدروا يدوزوا النهار كامل واكلين غير بطاطا، وما كانت عندهم ديك الساعة بطاطا حلوة هي اللي رخيصة، كان يقدر النهار كامل كياكلوا غير بطاطا حلوة. يقدروا توصل فيهم أنهم يطلبوا الجيران يعطوهم غير شوية ديال الروز باش يتغداو داك النهار. فكانت المهم واحد الحالة يرثى لها واحد الفقر شديد كانوا عايشين فيه ديك الساعات قبل 2013. فاش لقاو هذيك الساعة في ديك السفينة، كانت كتدعي أنها يتيمة الأبوين. واش بصح كانت غير مجلية، واش هربات من عائلتها بكثرة داك الفقر، ولا يعني حشمات من ديك الفقر اللي كاينه فيه ومن ديك الحالة الاجتماعية اللي كانت فيها، الله أعلم. يعني ما معروفش شنو وقع بالضبط حتى لقات راسها في ديك السفينة. من المهم من تماك راه عرفتو شنو وقع، من بعد داوها لدار الرعاية، من بعد من دار لدار، ومن بعد تبناتها عائلة ماكوادز، ومن نهار تبناوها الماكوادز وهما كيعاملوها بحال بنتهم، يعني بحالها بحال كوين. فمن بعد هادشي كامل اللي وقع، الناس كيقولوا باللي هي كانت مغيارة بزاف، فهي واخا كانت كتعامل بنفس الطريقة وكل شيء، كانت كتغير بزاف من كوين، كتغير منها حيتاش هادوك كيبقاو والديها هي بصح، وكانت كتشوف فيها كاع داكشي اللي كتمناه، كاع ديك الحياة اللي كتمناها تكون ديالها، كانت كتشوف بلي كوين عايشة فيها، وكتحس بواحد الغيرة اللي هي غير طبيعية، وباغا تستحوذ على ديك الحياة وعلى داك الحب كامل ديال الام والاب ديالها يبقاو ليها غير هي. هادشي زعما اللي كيشوفوه في شخصيتها اللي يقدر يكون وصلها لهاد المواصل. كروز ماكواد كان قال من بعد باللي على حسب داكشي اللي فهم وعلى حسب الاعترافات ديالها، باينه بلي هادشي اللي وصلها انها دير هاد الجريمه، بلي انها كانت كتغير من بنتو كوين بزاف، وبغات تستحوذ على كاع داك الحب والعطف اللي عطاو لبنتهم. فهادو الاقوال ديال كروز. ولكن هاد لا فيرسيون ديال انها بغات تستحوذ على كاع داك الحب والحنان والعطف ديال الابوين ليها بوحدها، داكشي علاش زعما قتلات كوين وبوي بوي، ما كانش هاد لا فيرسيون ما كانتش منطقيه مع داكشي اللي لقات الشرطه من بعد في التليفون ديالها. لقاتها مصيفطه ميساجات لواحد الشخص اللي كيقولوا ممكن يكون هو مارلين، اللي كتقول ليه شي حوايج غريبه، بحال انها قالت ليه انا باغا نقتل، راه انا ناويه نقتل 7 ديال الناس. كيقول ليها زعما شكون؟ قالت ليه ما نقولش لك دابا باش ما تمشيش تشكي بيا للبوليس. كتقول ليه باللي القتل هو الوسيله ديالها باش توصل للحريه وللسعاده ديالها. ما قدرتش نفهم صراحه كيفاش اولا وحده عندها يلا 17 عام عندها هاد العقليه الاجراميه لهاد الدرجه وكتهضر على القتل بهاد الطريقه. زيد عليها أن في هاد الوقيته كانت ساكنة مع الماكوادز، كانت ساكنة في داك الحب والحنان اللي بارطاجاو معاها هاد الناس اللي اعتبروها بحال بنتهم، وفي نفس الوقت يعني كتقدر توريهم هاد الوجه ديال البنت البريئة اليتيمة، وفي نفس الوقت قادرة تقول موراهم هاد الهضرة. مهم اكيد ما غاديش نفهموا العقليه ديال كاع هاد المجرمين اللي كنناقشوا في هاد القضايا، غير كيكونوا شي وحدين تاني ليفل اخر، يعني نيفو اخر ديال الوحشيه. غنخلي لكم الميساجات تقراوهم وقولوا لي حتى نتوما الرأي ديالكم فيهم. في 16 ديسمبر 2021، يعني من بعد 6 ايام من بعد الحادثه، غادي يلقيو القبض على جانيس وعلى هاد السيد اللي سميتو مارلين، وغادي يشدوهم في مركز الاحداث بحكم انهم باقي ما داروش 18 عام. تقال على جانيس في هاد مركز الاحداث باللي كانت مخيفه بزاف، يعني كانت بارده لواحد الدرجه بحكم هادشي اللي دارت. كانت بارده بزاف، ما كتهضرش مع حد، وعندها واحد الفايب اللي غريبه بزاف، لدرجه ان هادوك الاخرين اللي مشدودين معاها في هاد مركز الاحداث طلبوا انهم يبدلوا بلاصتهم لبلاصه واحده اخرى، ما يبقاوش حداها، ما يبقاوش في نفس المركز، حيتاش يعني خلعتهم، ما حسوش بالامان حدا هاد البنت. في الاخر غادي يحكموا على مارلين وجانيس على جريمتي القتل بشكل منفصل، يعني غادي يصدر الحكم الاول في قتل واحد من الاخوين، وغادي يصدر حكم ب10 سنين فقط
اللي صراحة هذه شي حاجة اللي غضبت بزاف الرأي العام، والناس ما عجبهمش الحال. جاهم عقوبة صغيرة بزاف 10 سنين على القتل ديال واحد الروح بهاد البشاعة. للأسف تماك في الفلبين عندهم داك الحكم المخفف بحكم أنهم قاصرين، يعني قل من 18 عام. فالواحد فاش كيكون ما بين 15 و 18 عام عندهم كيدير تأهيل، ما بين ما يوصل 18 عام عاد كيتعاقب بالعقوبة السجنية ديالو. فكان الحكم مخفف للأسف لهذا السبب، كان خصهم عام باش يوصلوا 18 عام. لاحقا صدر الحكم الثاني 22 عام ديال الحبس على مقتل الشقيق الثاني، وهكا مجموع الحكمين غيكون 32 عام لكل من جانيس ومارلين بدون إفراج مشروط. اكيد الابوين ماكوادس ما عجبهمش الحال من بعد هذا الحكم، حيتاش هما الدراري باقي صغار 17 عام، عطاوهم 32 عام ديال الحبس، فغادي يخرجوا من الحبس وهما باقي صغار، باقي في الخمسينات ديالهم، في البدايه ولا في منتصف الخمسينات. فبالنسبه لهم هادشي ماشي منصف لداكشي اللي وقع لولادهم. ولادهم ما عمر باقي غيشوفوهم، ولكن الاخرين غادي يخرجوا وتكون عندهم كامل الحريه من بعد 32 عام فقط. وباللي مارا لا فيلا اللي هي الام كانت قالت باللي حيتاش زعما الايمان ديالها والتدين ديالها خلى انها تفكر انها تسامح جانيس، فقالت غادي نمشي نشوفها نهضر معاها ونقول لها راني سامحتك وكل شيء، باش زعما تحاول تخطى هذا الموضوع. ما هي قالت لك فاش مشات وشافت في عينيها، قالت لك البروده، قالت لك ما حسيت بتا شي شفقه ولا ما قالت ليهاش سمحي لي، قالت ليها شفت في دوك العينين وداك الوجه اللي كنت كنعتبره بنتي وحده من العائله، وكلتها وشربتها درت ليها كل شيء، وشفت فيا بواحد الطريقه بحيله يعني ما حاسه بتا شي حاجه على داكشي اللي دارت، ما قالت حتى شي حاجه، ما طلبت منها لا سماح لا والو. فاكيد رجعت في القرار ديالها وقررت انها ما عمر غتسمح ليها. اللي كيدل في هذه القضيه هو اصلا هي فاش كانت في دار رعايه الاطفال كيفاش تا ما عرفوش باللي عندها ام، يعني باللي امها راه حيه وبلي راه كتهضر معاها، وكيفاش تا خلاو يتم التبني ديالها قانونيا الا كانت هذه القضيه ما بيناش، يعني ما بيناش السيده واش ما عندهاش ابوين بصح واش ماتوا ليها ولا لا. بلي مرة فاش كنت كنقلب بانت لي بحال اون سيري، دخلت واحد السيت لقيت مقاطع ديال الناس مثلوا هاد القضيه ديال ماكوادز وكل شيء، غير هي ما لقيتش الترجمه ديالها بالانجلي ولا بالعربيه ولا باي لغه اخرى. كاينه غير بالفلبينيه، وكاينه حتى في يوتيوب الا ما خفت نكذب، مي حتى ديك القضيه ديال كتضغط باش يطلع لك ديك الترجمه اوتوماتيك ما كايناش، فغير بالفلبينيه. وصراحه انا ما قدرتش نشوف كل شيء ديجا حيتاش ما كنفهمش اللغه وما كايناش شي طريقه نترجم بها، مي شفت غير واحد جزء من اللقطه فاش دخل الاب لديك مسرح الجريمه، راه ما يمكنش صراحه مثلوها واعر. سيرتو الام في ديك لا سيري ديك اللي مثلت الام مثلتها خطيره، يعني دوزات كاع دوك لي زيموسيون، واخا انا ما كنتش فاهمه اش كتقول، ولكن بحكم عرفت التفاصيل ديال القضيه وعرفت امها كيفاش غياجات وكل شيء، غادي اللي باغي يشبع بكا يقلب على هاد لي فيديو الا بغا. مي كما قلت لكم ردوا البال حيت صعيبه القضيه، واخا غير تمثيل، مي ديما فاش كتعرف باللي هاد الحاجه فاش كتفرج راه وقعت بصح كتكون اصعب انك تفرج فيها. فشفت غير شي لقطات بحال هكا، مي ما كملتش صراحه لا سيري. الوالدين اللي هما الماكوادز غادي يحاولوا يتعالجوا نفسيا، غادي يدخلوا في رحله طويله ديال العلاج النفسي، وغادي يفتتحوا في غشت 2022 مطعم باش يخلدوا الذكرى ديال ولادهم اللي ماتوا غوين وبوي بوي، باش يبارطاجيو مع الناس ومع الكليان ديالهم داك الحب وديك الدفء اللي في ديك العائله مع كاع الناس اللي كيجيو عندهم. وباقي كيحاولوا باقي غاديين في المسيره ديال العلاج النفسي. بلي مرة المطعم ديالهم سميتو كاسا ام اند ام، فالمجتمع والانتوراج ديالهم كاع كيدعمهم على امل ان واحد النهار يلقاو داك السلام الداخلي، واخا صعيب من بعد هادشي اللي وقع. وطلعوا في واحد البرنامج في واحد الانترفيو كيعاودوا على القصه ديالهم واشنو وقع وداكشي مناش دازو الرحله النفسيه ولي زيموسيون ديالهم كاملين اللي دازو منهم، واللي باقي واخا دازو سنوات باقي داكشي مأثر عليهم فاش كيعاودوه سكي نورمال. وباغ كونطخ هادي جو بونس كاينه الترجمه، فاش كتكليكي على الترجمه الاوتوماتيك كتطلع لك اللي بغى زعما يتفرج فيها. واخا حتى هي راه صعيب تفرج فيها، مي انترفيو كيبقى فهمتي
أهون على القلب من أنك تشوف شي حاجة بعينك. Pumayag ko ako, Miss Tony. Kasi sabi ko, I really wanted to get rid of this pain. Sabi ko nga kay God, Lord, help us. Bigyan niyo kami ng opportunity kasi sabi ko para na... هذا ما كان، هذه هي القضية ديال اليوم. صراحة قاصحة بزاف، صعيبة بزاف. قولوا لي الآراء ديالكم في هذه القضية. إلا عجبتكم الفيديو خليو لي لايك إلا تبعتوا معايا حتى لهاد القضية. إلا بغيتو تشوفوا قضايا جداد ما تنساوش تفعلوا زر الجرس. السلام عليكم، تهلاو فراسكم، الله يعاون.